أكتر نبي اتذكر في القرآن الكريم، النبي الوحيد اللي كلم ربنا سبحانه وتعالى من غير وحي أو ملك، من غير أي وسيط، كليم الله موسى عليه السلام. إزاي خرج من مصر وإزاي رجع لها تاني؟ تعالوا معايا أقول لكم الحكاية باختصار. موسى عليه السلام اتولد في زمن فرعون، ودي كانت من الفترات اللي فيها ظلم وافتراء كبير، لان فرعون كان متجبر في الارض. ومن القصص اللي بينت قد ايه فرعون ده ظالم ومتجبر قصه ماشطه بنته، الست اللي كانت مؤمنه في السر في الوقت اللي الناس كانت بتعبد فيه فرعون، الست اللي كانت بتسرح شعر بنته. كانت في يوم من الايام قاعده معاها وبتسرح شعرها، فوقع منها المشط فقالت بسم الله. فبنته قالت لها قصدك ابي فرعون؟ قالت لها لا، ربنا اللي خلقني وخلقك وخلق ابوكي. فعرف فرعون، وفرعون الظالم جاب إناء كبير وحط فيه زيت مغلي ورمى أولادها كلهم في الزيت المغلي واحد ورا التاني قدام عينيها. ولما جه الدور على ابنها الرضيع نطق وقال لها اثبتي يا أمي إنك على حق. وبعدين رماها فرعون هي كمان، وقبل ما يرميها طلبت منه طلب، قالت له ان هو يجمع عظمها وعظم اولادها كلهم في قبر واحد. وافق فرعون وبعدين رماها. وفرعون كان خايف على حكمه انه يزول، لانه شاف رؤية انه ملكه هيزول على ايد واحد من بني اسرائيل، فكان بيدبح كل الاطفال الذكور اللي بتتولد في بني اسرائيل. فقوم فرعون قالوا له انت كده عمال تموت في بني اسرائيل، وكده مش هيتبقى لنا اي حد يخدمنا، انت سنة تذبح الاولاد اللي بيتولدوا وسنة تسيبهم عايشين. وعشان كده سيدنا هارون اخو سيدنا موسى نجي من فرعون، لانه اتولد في السنه اللي ما فيهاش ذبح، لكن سيدنا موسى اتولد في السنه اللي كان فيها ذبح. ولما اتولد سيدنا موسى امه خافت عليه من فرعون فخبته على الناس، لحد ما ربنا اوحى ليها انها تحطه في تابوت، صندوق كده من الخشب، وتلقيه في اليم، تحطه في النهر او البحر، وربنا وعدها انه هيرجعه لها تاني. وفعلا نفذت امر ربنا سبحانه وتعالى وحطته في الصندوق، وحطت الصندوق ده في البحر، والميه خدته لبعيد لحد فين؟ لحد قصر فرعون. فالحراس اول ما شافوا الصندوق وفتحوه، ايه ده ولد، اقتلوه بسرعه. ولكن بقدره قادر يحن قلب مرات فرعون اللي هي السيده اسيا على موسى، وتطلب من فرعون انهم ياخدوا الولد ده ليهم ويربوه عشان ينفعهم لما يكبروا. لا ومش بس كده، ده يوافق كمان فرعون على كلامها، ويوافق ان هو ياخد موسى عليه السلام. الولد اللي كان هيموت من شويه بقى عايش ونايم فين؟ في قصر فرعون. وطبعا هو دلوقتي محتاج يرضع، وكل ما يجيبوا له مرضعه ما يرضاش يرضع. طب وبعدين ده كده ممكن يموت. وبالصدفه كانت اخت موسى خادمه في قصر فرعون، فربنا الهمها انها تقول لهم على مرضعه. ايوه، مين اللي ربنا وعدها انه هيرجعه لها تاني؟ ام موسى. وفعلا قالت لهم عليها، وجت امه ومثلوا كده انها المرضعه، وفعلا رضع موسى عليه السلام. ومرات فرعون قالت لام موسى وهي ما تعرفش انها امه، انت هتيجي كل يوم القصر هنا عشان ترضعيه. وكبر موسى عليه السلام، وكلنا عارفين ان نبي الله موسى كان من بني اسرائيل، وفي مصر هنا كان في بني اسرائيل وكان في المصريين الاصليين. وفي يوم من الايام كان ماشي سيدنا موسى، فشاف واحد مصري من جماعه فرعون وواحد تاني من بني اسرائيل بيتخانقوا مع بعض. فاللي من بني اسرائيل اللي هو قريب سيدنا موسى يعني استغاث بسيدنا موسى، يا موسى الحقني، يا موسى الحقني. فسيدنا موسى اتدخل وحاول ان هو يفض الخناقه دي. سيدنا موسى ضرب الراجل التاني ده ضربه واحده، ولكن الضربه دي موتته. كان قوي برضو سيدنا موسى، هو ما كانش عايز يموته، هو كان بيدافع عن الراجل اللي من بني اسرائيل، لكن ربنا اراد ان المصري ده يموت من ضربه واحده. وفي الوقت ده ما كانش فيه اي حد موجود غيرهم، فندم سيدنا موسى واستغفر ربنا. تاني يوم الدنيا اتقلبت، جنود فرعون شافوا جثه الراجل وبيدوروا مين اللي قتله. وفي وسط كل ده وجنود فرعون عمالين يدوروا على اي دليل، سيدنا موسى كان ماشي لقى نفس الراجل اللي استغاث بيه اللي من بني اسرائيل بيتخانق مع واحد مصري تاني وبيستغيث بسيدنا موسى تاني، يا موسى الحقني، يا موسى انقذني. فسيدنا موسى اتضايق منه ورد عليه وقال له انت اللي بتفتعل المشاكل. ولكن على الرغم من كل ده سيدنا موسى راح عشان ينقذه من ايد المصري ده، لانه ما قدرش يشوف الظلم، فراح عشان يخلصه من ايد القبطي ده. فالراجل اللي من بني اسرائيل اول ما شاف سيدنا موسى رايح عليه وهو كان اصلا متضايق منه، فافتكر ان هو رايح علشان يضربه هو، فقال له انت عايز يا موسى تقتلني زي ما قتلت واحد
واحد بالامس. هنا بقى سيدنا موسى استوعب ان الناس كلها عرفوا ان هو اللي قتل الراجل، وكده ممكن يقتلوه زي ما قتل واحد منهم. والخبر فعلا وصل لقصر فرعون، وفعلا جه واحد يحذر سيدنا موسى ان فرعون وجماعته بيتامروا عليه وانهم هيقتلوه وانه لازم يهرب من هنا. وموسى بدأ يفكر هيعمل ايه لحد ما قرر ان هو هيطلع من مصر، وفعلا خرج من مصر وراح لمدين شمال غرب الجزيرة العربية. وهو في الطريق وقف في مكان الناس بتملى منه المية وبتسقي الأغنام منه، بير كده فيه مية عليه ناس كتير قوي واقفين. فشاف بنتين واقفين على جنب، فسألهم موسى ليه واقفين هنا؟ قالوا له ان احنا ابونا شيخ كبير مسن وما يقدرش ان هو يجي يسقي الأغنام، واحنا مستنيين دورنا بعد ما الرعاة يسقوا المواشي بتاعتهم عشان يعني ما يدخلوش في وسط الرجالة. فسيدنا موسى عليه السلام سقى الأغنام بتاعتهم وملى ليهم المية وما خلاهمش يقفوا في وسط الرجالة، وبعد كده مشوا البنتين. ونبي الله موسى قعد يدعي ويشكر ربنا انه نجاه من فرعون. ولما رجعوا البنتين لابوهم حكوا له على اللي حصل وان في واحد ساعدهم، فابوهم حب ان هو يشكره ويتعرف عليه، فطلب منهم انهم يروحوا ينادوه. فراحت واحده من البنتين دول تناديه وهي ماشيه كده باستحياء وادب، وقالت له ابونا عايز يشوفك علشان يشكرك على مساعدتك لينا. فراح موسى عليه السلام، ويقال انه في الموقف ده طلب من البنت انها تمشي وراه وتدله على الطريق عشان يقدر يغض بصره عنها. ولما راح سيدنا موسى حكى لابوهم على كل اللي حصل معاه في مصر وقصه الراجل اللي هو قتله. فابوهم قال له خلاص انت هنا في امان، انت خلاص بقيت معانا، انسى بقى فرعون والمصريين وكل اللي حصل ده. فبنت قالت لابوها ايه رايك تستاجره، ده شخص امين وقوي جدا. وبدات تحكي له ان هو مشي قدامها وانه شال صخره عند البير ما يقدرش يشيلها 10، وان احنا بنات وما عندناش حد يراعى مصالحنا. ولكن ابوهم كان بيفكر في حاجه تانية خالص، هو شاف ان سيدنا موسى شخص كويس جدا واخلاقه عاليه، فعرض عليه انه يجوزه واحده من بناته. طيب ايه مهر البنت دي اللي طلبه ابوها بقى من سيدنا موسى؟ فلوس؟ ذهب؟ لا، حاجه اهم بكتير، انه يكون سند ليهم. قال له ترعى الاغنام وتبقى المسؤول عن البيت وعن كل حاجه لمده 8 سنين، ولو كملتهم 10 سنين فدي حاجه من عندك، كرم منك، لان ابوهم كان شيخ كبير وما يقدرش يرعى الاغنام. وطبعا وافق سيدنا موسى واتجوز واحده من البنتين دول. ده هو ساعدهم من غير ما يكون يعرفهم، مش هيساعدهم لما يبقوا اهله. ويقال ان هو اتجوز اللي جت تناديه على استحياء. ولما خلص ال10 سنين، يعني قعد ال10 سنين كلهم، قرر ان هو ياخد مراته ويخرج بره مدين ويروح لمصر، لانه اشتاق لاهله وعايز يشوفهم، فقرر ان هو يروح حتى لو متخفي. وهو في الطريق بقى مع اهله وصل لجبل اسمه جبل الطور في مصر. فبص كده شاف زي نار بعيده في الجبل، فقال لاهله استنوا هنا هروح يمكن الاقي اكل او ناس يدلونا او اي حاجه. ولما وصل عندها لقاها نور مش نار، وسمع صوت بيناديه يا موسى. يا الله، موسى بيبص حواليه، مين اللي بيناديه باسمه؟ مفيش اي حد حواليه. إني أنا الله، ربنا سبحانه وتعالى بينادي على موسى. يا أول مرة تحصل إن بشر يكلم ربنا سبحانه وتعالى، موقف عظيم. يا ترى كان إيه إحساس سيدنا موسى في الوقت ده عشان تبدأ النبوة وتبدأ مرحلة جديدة في حياة سيدنا موسى؟ ويبدأ ربنا يكلم موسى عليه السلام ويأمره إنه يخلع عن عليه لأنه في مكان مبارك، ويعرفه إنه هو اختاره إنه يكون نبي، وإنه يدعو قومه لعبادة الله سبحانه وتعالى وترك عبادة الأصنام. نبي الله موسى مخضوض، موقف عظيم. فربنا يطمن قلبه ويسأله ايه اللي في ايدك دي يا موسى؟ سيدنا موسى عليه السلام كان ماسك عصا كده في ايده. فسيدنا موسى من عظمة الموقف وفرحته بان ربنا بيكلمه، عايز يتكلم كتير، قال له دي عصايا. وبدأ يقول له وظيفة العصا دي ايه؟ اتوكأ عليها، بسند عليها وبهش بيها كده على غنمي وبعمل بيها حاجات تانية كمان. فربنا قال له ارميها يا موسى. فرماها فتحولت لحية زي التعبان كده بيتحرك، بس مش اي تعبان، تعبان كبير جدا وضخم. فربنا قال له خدها تاني. فرجعت العصاية زي ما كانت. ودي أول معجزة مع سيدنا موسى، إن العصا تتحول لحية. طب تاني معجزة مع سيدنا موسى إن هو يدخل إيده في ثيابه كده تخرج بيضاء، يعني لو فيها تراب، لو مسودة، لو فيها أي تجاعيد، لو فيها أي حاجة يدخلها بس في ثيابه وتخرج بيضة ما فيهاش أي حاجة. وربنا بدأ يعرفه إن مهمته هي دعوة فرعون لعبادة الله سبحانه وتعالى وترك عبادة الأصنام.
وهنا بدأ نبي الله يخاف ويتوتر، لأنه افتكر إن هو قتل واحد من المصريين ولو راح مصر هينتقموا منه. فربنا سبحانه وتعالى قال له ما تخافش أنا معاك. فطلب سيدنا موسى من ربنا إن أخوه هارون يروح معاه في مواجهة فرعون، لأن هارون كان فصيح اللسان أكتر من سيدنا موسى. فاستجاب ربنا سبحانه وتعالى لسيدنا موسى، ورجع موسى عليه السلام لأهله وقال لهم إنه لازم يروح لفرعون. وفعلا رجع مصر وقابل أخوه هارون وعرفوا إنهم لازم يروحوا لفرعون. وفعلا جه اليوم ده وهارون وموسى عليهما السلام راحوا لفرعون ودخلوا القصر. وطبعا فرعون كان حواليه الحرس والحاشية. فسألهم فرعون انتوا مين وعايزين ايه؟ فقالوا له ان احنا رسل رب العالمين، ان احنا جايين عشان ناخد معانا بني إسرائيل. فعرف ان هو موسى، وبدأ فرعون يفكروا باللي عملوا معاه وان هو رباه في قصره وان هو في المقابل قتل واحد وهرب. سيدنا موسى ما انكرش اللي عمله وقال له ان ده كان خطأ وربنا جعلني رسول ليكم، وبدأ ان هو يدعو لعبادة الله سبحانه وتعالى، لان فرعون المتجبر كان بيقول انا ربكم. وبدأ موسى يقول له على صفات ربنا سبحانه وتعالى وان هو رب المشرق والمغرب. فاستهزئ طبعا فرعون بكلامه. فموسى بدأ يوري فرعون معجزات ربنا سبحانه وتعالى، ورمى العصا فتحولت لتعبان ضخم جدا، ودخل ايده في ثيابه وخرجها بيضة ناصعة البياض. ولكن فرعون اللي في دماغه مفيش فايدة فيه، قعد يقول ده سحر، وافتكرهم ان هم بيضحكوا عليه عشان ياخدوا الملك منه. فقوم فرعون قالوا له بقول لك ايه، ما تيجي نعمل تحدي كده بينهم وبين السحرة اللي عندنا عشان نكشفهم قدام الناس. وفعلا فرعون عجبته الفكرة، وده اللي حصل ان هم اتفقوا على ميعاد معين يجي سيدنا موسى وسيدنا هارون قدام سحرة فرعون كلهم. وده كان يوم الزينة عشان الناس كلها تبقى فاضية ومفيش عندهم شغل، ووقت الضحى عشان الناس كلها تبقى شايفة بوضوح وما يبقاش الدنيا ليل. وبدأت المواجهة، وفرعون جاب احسن السحرة اللي عنده ووعدهم طبعا ان هو يديهم الاموال والذهب. ومش بس كده، ده عشان يحمسهم قال لهم ان هم هيبقوا المقربين منه وياخد رايهم في كل حاجه لو غلبوا موسى وهارون عليهما السلام. وهنا السحرة قالوا لسيدنا موسى هتبدا انت ولا نبدا احنا؟ قال لهم ابداوا انتوا. فرموا طبعا الحبال والعصيان بتاعتهم فظهرت كانها تعابين، هي ما تحولتش لتعابين ولا حاجه، هم بس سحروا اعين الناس والساحه كلها اتملت بالتعابين. فسيدنا موسى بدا يخاف من المنظر، فربنا سبحانه وتعالى طمنه وقال له ما تخافش انت الاعلى، ارمي العصايه اللي معاك وهتغلبهم يا موسى. فرمى سيدنا موسى العصا فتحولت العصا لافعى كبيره جدا بلعت كل الافاعي بتاعه السحره اللي هي يعني الحبال بتاعتهم. فسجدوا السحره على طول من غير اي تردد. ليه؟ لانهم عارفين ان الحبال والعصيان بتاعتهم دي حاجه مش حقيقيه، اخرها يعني هتبان للناس ان هي تعبان بيتحرك، لكن حيه كبيره بتبلع وتاكل لا، ده بقى مش سحر، دي فعلا معجزه من عند ربنا، ودول فعلا انبياء امنوا بربنا سبحانه وتعالى على طول. طب وفرعون ايه نظامه؟ لا ده متجبر، ده ما بيتاثرش، ده قاعد يعذب السحره اللي امنوا، يخرب بيتك. وقال للسحره اتبعتم دين موسى من غير ما اذن ليكم، طب انا بقى هعذبكم، هقطع لكل واحد ايده اليمين ورجله الشمال، او ايده الشمال مع رجله اليمين. قالوا له اعمل اللي انت عايزه، احنا خلاص مؤمنين بربنا سبحانه وتعالى. سبحان الله، من شويه كانوا سحره كافرين ودلوقتي مش خايفين من الموت في سبيل الايمان. طبعا فرعون اتجنن اكتر وزادت اذيته لبني اسرائيل، وربنا كان بيبعت ابتلاءات لفرعون وقومه بسبب اذيتهم لبني اسرائيل، ولكن برضو ده كان بيزيدهم تجبر اكتر. فربنا اوحى لسيدنا موسى ان هو ياخد اللي امنوا معاه ويخرجوا بره مصر، مادام فرعون ما امنش وبيعذب كمان اللي امنوا من بني اسرائيل. ولكن فرعون ما سكتش، خرج هو وقومه يلاحقوا موسى عليه السلام، لحد ما سيدنا موسى هو وقومه لقوا البحر قدامهم وفرعون وجنوده وراهم. طب وبعدين البحر قدامهم وفرعون وراهم هيعملوا ايه؟ بس طبعا ربنا موجود. ربنا اوحى لسيدنا موسى عليه السلام ان هو يضرب البحر بالعصا اللي معاه، فانشق البحر جزئين وظهر في النص طريق عشان يمشوا عليه. فسيدنا موسى وقومه فعلا مشوا على الطريق ده، بحر على يمينهم وبحر على شمالهم. يسكت فرعون؟ لا، يعني شاف المعجزه العظيمه دي وبرضه فضل متجبر وكافر. هو في ايه اكبر من انك تشوف البحر قدامك بيتقسم نصين؟ ومش بس كده، ده بجبروته دخل هو وجنوده في الطريق اللي بين البحرين، فانطبق البحر عليهم ورجع البحر تاني زي ما كان، بحر عادي خالص، واختفى الطريق اللي في النص وغرق فرعون هو وجنوده. ولسه لحد دلوقتي جثة فرعون موجودة ومتعفنة عشان نتعظ، وعلشان محدش يقول ان هو اختفى ويطلع حواليه اشاعات، وعشان تبقى عبرة لكل الناس. ومستنية رأيكم طبعا في التعليقات، ما تنسوش تشتركوا في القناة ولايك وشير عشان يوصل لكم كل جديد، وتتابعوني على صفحة الفيسبوك والتيك توك والانستجرام. هسيب لكم كل روابط الحسابات في صندوق الوصف.